بعد انتصار طارق بن زياد في معركة وادي لكة، الأمور ما انتهتش، بالعكس كل شيء كان لسه في بدايته. القوط رغم إن جيشهم الرئيسي اتهزم ومات ملكهم لزريق، كان لسه عندهم حصون ومدن مليانة بالجنود والنبلاء اللي مش هيسيبوا الأندلس تقع بسهولة. لكن طارق بن زياد كان عنده خطة واضحة، مش هيديهم فرصة يتحدوا، لازم يتحرك بسرعة ويكمل الفتح قبل ما يقدروا يلموا نفسهم. طارق جمع قواته وقرر يوزعها بحكمة، بعت قادة من جيشه في مجموعات صغيرة تسيطر على الطرق الرئيسية عشان يمنع أي محاولات هروب أو تعزيزات من مدن الشمال. أول مدينة قررت تقاوم كانت استجا، واحدة من المدن القوية اللي كان فيها حمية قوطية كبيرة. أهل المدينة كانوا مستعدين للقتال، لكن طارق ما كانش عنده وقت لحصار طويل، فقرر يلعب على نقطة ضعفهم. طارق بعت رسالة لحاكم المدينة، عرض عليه إنه لو استسلم هيسمح للسكان يغادروا بأمان، ولكن الحاكم كان متردد، وبعض القادة القوط كانوا خايفين على حياتهم، فقرروا يوافقوا على العرض. استجا فتحت أبوابها بدون قتال حقيقي، ودي كانت أول مدينة تقع رسميا بعد معركة وادي لكة. المشكلة الأكبر للقوط ما كانتش المسلمين، كانت الخيانات الداخلية. بعد هزيمة لوزريق، النبلاء اللي كانوا عايزين الحكم بدأوا يتصارعوا، كل واحد شايف نفسه أحق بالعرش. بعضهم بعتوا رسائل لطارق بعروض سرية: ساعدنا نسيطر على الحكم واحنا هنسيبك تفتح المدن براحتك. بعض الحميات القوطية حتى سلموا المدن بدون قتال، خوفا من قتل أو الانتقام. وطارق استخدم الصراعات دي لصالحه، وكان بيتحرك بسرعة قبل ما القوط يقدروا يتفقوا مع بعض. بعد استجا، طارق بن زياد وصل لقرطبة، واحدة من أهم مدن الأندلس، المدينة اللي كانت محصنة وأهلها قرروا يقاوموا، لكن الجنود المسلمين كانوا أذكى. أثناء الحصار، واحد من الجواسيس المسلمين اكتشف نقطة ضعف. كان في جزء من السور مش محمي بشكل كويس، والمية اللي حوالين المدينة مش عميقة بالقدر الكافي. وفي ليلة هادية، مجموعة صغيرة من المسلمين عبروا النهر في السر، واستخدموا الحبال عشان يعدوا الأسوار ويفتحوا البوابات من الداخل. لما باقي الجيش دخل، المعركة كانت محسومة، قرطبة استسلمت بعد مقاومة قصيرة شوية. وأخيرا طارق بيوصل لطليطلة، العاصمة العظيمة للقوط. لكن اللي حصل هناك كان غريب جدا. المدينة كانت شبه مهجورة، النبلاء والقادة الكبار هربوا للجبال الشمالية، السكان اللي فضلوا ما كانوش قادرين يقاوموا لوحدهم. لما طارق دخل، كان عنده فرصة انه يدمر المدينة او ينقل ثروتها، لكنه اختار انه يحميها. كان فاهم ان حكم المسلمين مش مجرد فرض قوة، لكن كمان حكمة وعدل. في طليطلة، المسلمين اكتشفوا مكتبات ضخمة مليانة بالكتب والعلوم اللي القوط ما اهتموش بيها، وده كان بداية نقل الحضارة الإسلامية لأوروبا. رغم ان المدن الكبرى سقطت، إلا ان طارق كان عارف ان في تحديات جديدة لسه مستنياه. بعض الحصون لسه بتقاوم، وفي أخبار ابتدت تنتشر عند القوط ان المسلمين في حاجة لإمدادات جديدة. وهنا جت البشرى، موسى بن نصير بنفسه قرر يعبر للأندلس بجيش ضخم عشان يكمل المهمة. يا ترى لو أهل قرطبة اكتشفوا خطة تسلل المسلمين، كان الفتح هيستمر ولا كان ممكن طارق يخسر؟ استنونا في الحلقة اللي جاية نكمل الحدوتة. كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.